جدا ان صن داونز يعني مش سهل قوي بس سهل. يعني صن داونز يمكن الوداد متمرس وهو بطل افريقيا وكده وجمهوره والقصه والحكايه والروايه، فريق افضل نوعا ما من الرجاء، لكن عنده مشاكل كبيره جدا جدا جدا، وبالتالي الاقرب للوصول هو صن داونز. الاقرب للوصول هو صن داونز، لكن صن داونز وصل او الوداد وصل، كده كده النادي الاهلي في حاله وصوله للمباراه النهائيه هيلعب مباراه العوده وتسليم الكاس خارج ارضه. يعني لا الا هيلعب في صن داونز لا الا هيلعب في المغرب، ودي بتدي ادفانتج طبعا للفريق اللي بيصل المباراه النهائيه ان تكون المباراه الثانيه على ارضه وسط جماهيره وتسليم الكاس وكده. فانا اتوقع من وجهه نظري والله اعلم ان صن داونز هيصل المباراه النهائيه ويتقابل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي افضل بكتير من الترجي، والنادي الاهلي انا يمكن كتبت على صفحتي قلت ان النادي الاهلي هيعدي النهارده من الرجاء وبسهوله. ما كنتش بقول كلام مجرد كلام، انا شايف وعارف كويس قوي فرقه النادي الاهلي، وشفت فرقه الرجاء في الدوري المغربي، وشفت فرقه الرجاء قدام النادي الاهلي. ما عندهمش عناصر متميزه، ما عندهمش اجانب متميزين، يعني فرقه مش مخيفه، يعني فرقه ما تخوفش. معظم لعيبتها المميزه خرجوا ومبقوش موجودين. الوداد افضل منهم، بيقدموش عروض طيبه في الدوري المغربي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي الوصول للدور قبل النهائي ومقابله الترجي. زي ما قلت لكم يبقى اسم الترجي كبير، بس هو على ارض الواقع دلوقتي مش فرقه تقيله، والاهلي افضل بكتير. القصه الناحيه الثانيه، صن داونز احسن فريق في القاره، اسلوب لعب، طريقه، اداء، فريق متكامل، ليه بلعب جماعي، الوصول للمرمى كتير جدا، وبالتالي هو يعتبر برازيل افريقيا دلوقتي فريق صن داونز. في حاله الوصول للمباراه النهائيه هتكون مباراه العوده في صن داونز والمباراه الاولى في القاهره في حاله وصول النادي الاهلي وصن داونز. لكن تبقى العامل النفسي شيء مهم جدا، لان لعيبه الاهلي بقوا بيخافوا وبقوا بيقلقوا من ماتشات صن داونز. يعني صن داونز استطاع ان يفوز على الاهلي مرتين خمس اهداف، وما اتغلبش من الاهلي كمان في دوري المجموعات. ففي عامل نفسي كده يقلق الاهلي من مقابله صن داونز مره اخرى. لكن على ارض الواقع هم احسن فرقتين في افريقيا دلوقتي. صن داونز احسن فريق في افريقيا، وياتي من بعده النادي الاهلي قولا واحدا. مبروك للنادي الاهلي.